أهلا بكم مشاهدينا الكرام، سعيدة بلقائكم في أخبار المغرب، حيث تم الإعلان عن الحالة الصحية للعاهل الملك محمد السادس. حسب ما أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة لنزلة برد ستستدعي بقائه داخل القصر وملازمة الراحة حتى يسترجع عافيته. مرض محمد السادس الوضع الصحي لملك المغرب. ونشرت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بلاغا في هذا الشأن، جاء في نصه: تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده تعرض حفظه الله لنزلة برد، وتابع لهذا السبب فقد أوصى الطبيب الخاص لجلالة الملك حفظه الله بأخذ جلالته فترة راحة طبية وتفادي السفر لبضعة أيام. وكان من المفترض أن يزور العاهل المغربي محمد السادس اليوم الأربعاء السنغال. في زيارة دولة رسمية انطلقت الثلاثاء بوصول وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى دكار، حيث وجد نظيرته السنغالية عيسى تاسال في استقباله. والأسبوع الماضي زار الملك محمد السادس الغابون والتقى الرئيس علي بونغو، كما أشرف على تسليم هبة تتكون من 2000 طن من الأسمدة. قالت الوكالة المغربية إنها تندرج في إطار العناية التي خص بها المملكة المغربية. والأسبوع الماضي زار الملك محمد السادس الغابون والتقى الرئيس على بونغو، كما أشرف على تسليم هبة تتكون من 2000 طن من الأسمدة. قالت الوكالة المغربية إنها تتدرج، حيث قالت في إطار العناية التي خص بها الملك محمد السادس. نشر موقع MEE الإسباني تقريرا له عن محمد السادس حمل عنوان الوضع الصعب لملك المغرب وكيف يستمر في فقدان المزيد من الوزن كل يوم. وقال الموقع إن الحديث زاد مؤخرا عن محمد السادس الذي يعد من أغنى رجال العالم، حيث يتجلى ذلك في الفخامة التي تحيط به، إلا أنه على الرغم من كل أمواله فهو يعاني من مرض يعيق نظامه الغذائي. إذن نتمنى الشفاء العاجل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ووفقا للموقع الإسباني فإن الملك المغرب محمد السادس تصدر قائمة الأكثر بحثا على الإنترنت بعد إنجاز المنتخب المغربي في كأس العالم. وأكد الموقع الإسباني أنه على الرغم من كل أموال محمد السادس فإنه يعاني من مرض يعيق نظامه الغذائي، حيث إنه وبحسب المعلومات فالملك يعاني من مرض ساركويد، وهو نمو مجموعات صغيرة من الخلايا الالتهابية في أجزاء مختلفة من الجسم. وتابع أنه من المعروف أن هذه الأورام تميل إلى الحدوث بشكل متكرر في الرئتين والعقد الليمفاوية والعينين والجلد، وهو ما أجبر محمد السادس على تغيير النظام الغذائي، حيث لا ينبغي له أن يتعامل مع السمنة بسبب المشاكل الصحية التي قد تنطوي عليها. وأضاف ذات التقرير أنه وفقا لخبراء من مركز بوست الطبي للولايات المتحدة الأمريكية يجب على محمد السادس اتباع نظام غذائي محدود في الأطعمة الغنية بالكالسيوم والفيتامينات. شكرا لكم وإلى اللقاء.